انا هي اللي بركابي دخلني على اساس بنت، ومشيت لعندو برجليا، وتعالوا تسمعوا تشوفوا شنو وقع ليا. انا صفاء عشت في عائله ميسوره الحال. كنا حنا 4 ديال الخواتات بنات، وانا الوسطانيه بيناتهم. ملي كانت عندي 18 عام، عادي طالعه نازله في الفيسبوك، حتى جاتني واحد دعوه صداقه. قبلتها. لقيت واحد الولد عنده 20 عام. بقيت شي سيمانه وانا كنهضر معاه شويه، ويدخل معايا صيفط لي النمره ديال التليفون ديالك. انا قلت ليه التليفون لا ما نقدرش، نمرتي كنعطيها غير للبنات، سمح لي. عرفتي ماما تحصلني عاطي نمرتي لشي دري، وهي النهار وما طلع وهي كتقلب لي في داك الواتساب ديالي. قال لي والله تتخرجني في الاحداث المغربيه. هو ملي سمع هاد الهضره ما تيقنيش، كيسحبني بغيت غير نتهرب منه. بقى فين ما يجي يهضر معايا يقول لي نمره الواتساب، انا طلع لي الدم. قلت مالي اختي هاد الصداع كامل، مالي القاع بناس وانا مشاط ليه راسو بلوكيتو. مشات ايام وجات ايام وانا تنسى لي الموضوع من بالي. العكس ديالو هو ما تنساش ليه. دخل عندي المره الثانيه على اساس انه بنت. بقيت كنهضر معاها موده وهي ما حاطه حتى شي تصويره في البروفيل ديالها. واحد النهار وهي تقول لي عطيني نمرتك، وانا حيت هي بنت اكيد غنعطيها لها. كنت ما نقول لها نهضروا ابل ولا تصيفط لي اوديوز، ما كتبغيش. واحد النهار هي تويطلع لي الدم، قلت لها شوفي كلمه من الجوج، عا غديري معايا مكالمه ابل فيديو ولا اوديوات، يا اما غادي نبلوكيك. هو هنا مشى عند بنت خالته وعطاها هضرت معايا، وهنا انا تيقت انها بنت. قالت لي اسمحي لي بزاف ما تنقدرش نهضر معاك، راه حيت اغلبيه الوقت كيكونوا هما اللي الدار كنسير حدايا، ووالديا كيمنعوا عليا انني نهضر مع شي حد. قالت لي وبهذه المناسبه بغيت نعرض عليك العيد ميلادي، واكيد غادي تجي ياك. شوفي كوني هانيه، راه كاينين غير البنات. عافاك عافاك لما جي. بغيت نتعرف عليك هكا مباشره، راك عجبتيني ودخلتي لي خاطري بزاف، وانا انا ماشي من العاكزين. مشيت قديت راسي وشريت الكادو، صيفطت لي هي العنوان في الواتساب، شديت الطريق، خديت طاكسي حطني حدا دارهم. الصونيط اللي غادي نصوني على ديك الدار حل لي بركابي. آه. تما فين غنعرفو هو راه مول الكونط ماشي البنت. قلت ليه شنو كدير هنا، اش جابك؟ هو يقول لي بغيتي تعرفي اش جابني، شنق عليا ودخلني صحه للدار. ما جيت فين نغوت ولا ندير شي حاجه، حتى اللي عطا الله عطاه، تكرفص عليا. خرجت من الدار وانا حالتي ضايره بيا الدنيا. الشمت اللي تشمت ما كاينش بحالها في العالم. ما عرفتش كيفاش رجعت للدار اصلا. وليت عايشه يامي كلها كحله، من طالع بيا على اللي خلقني، وغنزيد نمرض كثر وكثر ملي عرفت راسي حامله. وهنا كنت اكيد خصني نقولها لدارنا، حتى اللي غنبقى خازنه عليهم. واحد النهار وغادي تكبر ليا كرشي، مشيت وقلت لبابا كلشي. هو يجمع معايا بواحد التصرفيقه، حتى بانوا لي النجوم في عز النهار. ولا والديا كيتعاملوا معايا خايب لواحد الدرجه ما كتصوروش، بحال انا ماشي بنتهم عدوتهم. ماما قالت لي من دابا خصك تخرجي تقلبي على خدمه باش تهزي راسك وتهزي داكشي اللي في كرشك، بكره ما غاديش يصرف عليكم، تمشي انت تجيبي كرش من الحرام وتجي عندنا حنا نهزوك. كنت عارفوا ما داز عليا في العذاب، كنت عارفوا ما داز عليا في السم اللي كان كيدخل ليا في ذاتي بالهضره، وكيقول لك اللهم ضربه بدمها ولا قرصه بسمها. بقيت عايشه لو ستريس والعصاب والنيرف والكلام المسموم، حتى طاح ليا داكشي اللي في كرشي. كانت ديك الساعه عندي 4 شهور. حمدت ربي وشكرته على كل حال، حمدت ربي وشكرته انني تفكيت من هاد الشيء بالاراده ديالو. كيفاش غنقدر نعيش في هاد الدنيا وانا معايا ولد من الحرام؟ شكون هذا اللي غيتقبلني، شكون هذا اللي غيدخل لي في راسو هاد القصه؟ حاولت نوقف على رجليا وقلت خصني ضروري ننتقم منه ونرد حقي. عيطت لواحد صاحبتي وعاودت ليها كلشي. هاد صاحبتي كانت ماكده، كانت عفريته، الا حطت شي واحد في دماغها ما كيضيمش معاها. عاودت ليها كلشي، قالت لي هادشي كامل يخرج من هاد المونيكا هذا. وهار لي نمرته نفرجك فيه. فعلا عطيتها النمره ومشات هضرت معاه. هو غير شافها ويقول لها صيفط لي تصاورك. صيفطت ليه تصوير اختها، كانت مشات لفرنسا ومصوره حدا برج ايفل. ويقول لها واش انتي في فرنسا؟ قالت لي المهم بقى شاد معاه لحتيت شي نص ساعه تقريبا. شويه وتقول ليه واش كتهضر معايا وما سولتينيش منين جبت نمرتك وعلاش معيطه عليك. هو يبدا يضحك، قال لها وعلاش؟ وفعلا منين جبتيها؟ قالت لي نمرتك ربحت معنا رحله لفرنسا، وهاد الرحله غتكون السيمانه الجايه، خاصك تخلص غير 2 المليون. بدا كيضحك ويقول لها وكيفاش بغيتيني نثق انا بان هادشي راه حقيقي؟ قالت لي حنا كنعاونوا الناس وكندفعوا لهم القرعه، وانا براسي ربحتها ومشيت. وهي دير ليه الطن في راسو. هو كنعاود لي على واحد البنت كان كيعرفها، حتى هي مشات بالقرعه، اولا الناس اللي تيعرفوهم قالوا لي راه مشات بالقرعه، وهي غير وصلت لفرنسا وهي تبلوكيه من كل شيء. وفي طبيعه الحال ما غتردش ليه. هو يتفكرها ويقول لها واش كتعرفي ريم؟ قالت لي ريم الفلان فلانيه، راه حنا اللي وقفنا معاها باش مشات، وراه دابا الحمد لله راها خدات وريقاتها. تما صافي تيقن بان الهضره اللي قالت لي صاحبتي 100% كاينه. قالت لي شوف بلاصتك راه تقدر تطيط لك في اي لحظه، راه الناس باغيين يحطوا فلوس صحه غير باش ياخذوها في اقرب وقت. جيب لي الفلوس باش نكونفيرمي لك الطياره واللوطيل.
شعلت فيه العافيه، خلاتو غادي يجهل، بقى يدور في راسو ملي غنجيب فلوس ملي غنجيب فلوس، ما بان لي عبواه، بطبيعه الحال هو ما عندوش مكحط، مشى سرق لبوا الفليسات وصيفطهم لصاحبتي. هي غير تسلمتهم من هنا، صيفطت لي ميساج قالت لي باش تعلم تبقى تضحك على بنات الناس، وبلوكاتو. وبوه هنا غير ساق لي الخبر وهو يجري عليه للزنقه، ولا عايش متشرد، ما بقاش عاقل عليه بالسنتيم، كيتلاوط من درب لدرب ومن زنقه لزنقه، كينعس غير في الجرادي. مشات ايام وجات ايام، دازت تقريبا شي 5 سنين، كنت دايزه من الدرب عادي غدا مسخره، وانا نتلاقى مع واحد الولد. هاد الولد كان ولد مدينتي، غير هو ما بقاش مستقر فيها حيت ولا خدام في مدينه اخرى بعيده. وذاك النهار كان جاي غير عطله عند دارهم، شاف فيا وشفت فيه، عجبني وعجبته، تبعني وطلب مني النمره، عطيتها ليه. بقينا كنهضروا تقريبا شي شهر، من بعد قال لي شوفها بنت الناس، انا راه نهار شفتك عجبتيني، ومنين هضرت معاك هاد المده عجبتني عقليتك، وراني ناوي معاك المعقول، شنو بان لك؟ قلت لي شوفوا ولد الناس، قبل ما نجاوبك على هذا السؤال خصني ضروري ولا بد نعاود لك واحد الحاجه. قال لي شنو كاينك؟ ما كاين باس. عاودت ليه البلان من الاول حتى الاخر، هو بقى ساكت تقريبا شي 5 ديال الدقائق، شويه ويقول لي احسن حاجه عجبتني فيك هي انك صارحتيني بهذا الشيء، واللي غادي نقولوا لك بنت الناس وانني باغيك وغادي نكمل معاك. فعلا جاب دارهم وجاو خطبوني، درنا العرس ومشيت عشت معاه مع مو واختو. ما نكذبش عليكم، من نهار مشيت لعندهم هما ما حاملينش فيا الشعره، امو حتى من العصا كتعطيها ليا، اما اختو ما حاملاني ما قابلاني، كانوا باغيين ليه بنت خالته، هو ما بغاهاش واختارني انا، معيشيني في العذاب اليومنا هذا. ولكن الحمد لله على كل حال، حتى واحد ما لقاها كيف بغاها، راجلي ولد الناس وعمره ما خسر ليا خاطري، عمره ما ضرني ولا جرحني بشي كلمه من الماضي اولا جبدو عليا، كيتعامل معايا بحال ما عمره ما كان. والحمد لله على كل حال، ولدت معاه 3 ديال الوليدات. المغزى من هذا الشيء كامل، عمرك ما تثقي لا بصاحبه ولا بصاحب، قراي وخدمي على راسك، بقاي معززه في داركم حتى يجي اللي يهزك من عز والديك لعزو.